ريالك يا مستثمر يا أجنبي، يا ريالك تودع فلوسك بسويسرا على الدولار تاخد 5.25. تيجي بدك تاخد قرض، قد ايه بتاخد؟ بتاخد 10 زي في بعض البلدان العربية، بتاخد 9، بتاخد 8، بتاخد 6، بتاخد 7، بتاخد 5. 5.40. 5.4. Yeah, 5.4 loan, 5.2 fiduciary fiduciary deposit investment for 1 year بالدولار. in dollar. Yeah. تودع تاخد 5.25. بدك تاخد قرض تدفع 5.4. يعني ولا فيش فرق ما بين الإقراض والإقراض والإيداع. ليش بالمنطقة العربية 5%؟ بتعرف كم ضعف يعني؟ خلينا نشوف كم ضعف. 5 أضعاف اضرب في 5، 25 ضعف ربحية البنوك العربية في بعض الدول العربية مقارنة مع ربحية البنوك السويسرية من الودائع والإقراض. شو هذا؟ إيش الجشع هذا؟ ذبحتوا العالم، فسقتوا يا عمي يا أمة الإسلام، فسقتوا. In Islam, you know, it's prohibited to lend money on these things, and here they take like 25 times more than in Switzerland. يلا الله بعين. طبعا إذا تستثمر بدك تاخذ قرض عشان تستثمر، هناك أفيد لك 1000 مرة.